تورمينا مدينة صغيرة على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية. البلد طول تاريخها كانت محطة مهمة، عدى عليها الإغريق والرومان والنورمان والألمان والفرنسويين والأسبان، وفي وسطهم طبعا العرب. حكموها فوق ال 200 سنة، وعملوا فيها طفرة زراعية وعمرانية وثقافية لسه موجودة لحد دلوقتي. أول ما تطلع تورمينا هتحس إنك في بانوراما مفتوحة. المدينة القديمة متحصنة بأسوار وبوابات من العصور الوسطى، شوارعها مرصوفة بالحجر، حواريها تاريخية، ساحاتها واسعة، وكنايسها قوطية وباروكية. بيقطعها كورسو أمبرتو، شارع حيوي كله محلات ومطاعم وقهاوي، وفي آخره بياتزا 9 إبريل، ساحة عبارة عن تراس ضخم مفتوح على البحر، مليان أجواء مبهجة وغنى ومزيكا ورقص. أشهر معلم في تورمينا هو المسرح القديم، مسرح يوناني روماني مفتوح، اتبنى في القرن الثالث قبل الميلاد. مدرجاته الحجرية دي نفسها زمان كانت مكان الناس بتشوف فيه عروض الجلاديتورز، ولحد النهارده لسه بيتعمل فيه مهرجانات وحفلات وعروض أوبرا. والمشهد من جواه استثنائي، البحر الأيوني تحت وبركان إتنا في الخلفية. جنب المسرح بشوية ممكن تاخد كيبل كار للشط، أو تنزل على رجلك لحد إيزولا بيلا، ودي جزيرة صغيرة متصلة بالشط بشريط رملي ضيق. لو الجزر قليل تقدر تمشي برجلك وسط المية لحد ما توصل للجزيرة نفسها. من الحاجات اللي بتميز تورمينا هي تيستا دي مورو، رؤوس المور أو الموريسكيين، ودي كانت الأسماء اللي بيتنادى بيها العرب اللي جايين من شمال أفريقيا. أطباق وزهريات وآثار زرع ملونة على شكل راس راجل أو ست، وغالبا بتكون مزروعة نباتات أو صبار. أصلها جاي من أسطورة عربية صقلية من العصور الوسطى. كان في بنت صقلية وقعت في حب شاب موريسكي، ولما عرف إنه هيسيبها ويرجع لبلده قتلته وقطعت راسه، وحولته لقصيص زرع عشان يفضل عندها طول الوقت. من يومها الحكاية بقت رمز للغيرة والحب المأساوي، وتحولت لفن صقلي أيقوني. في تورمينا هتلاقي الوشوش دي في كل حتة، في الأسواق والشوارع والحواري والمحلات والبيوت والبلكونات. لو بتحب المغامرة، في رحلات يومية بتطلع لحد بركان إتنا، ده أكبر بركان في أوروبا وواحد من أنشط البراكين في العالم. طول الوقت بيطلع دخان، وممكن حممه تنفجر في أي وقت. عادة بتحصل مرة أو مرتين كل سنة، بس الناس متعودة على كده عادي. أفضل طريقة لما توصل إنك تطلع بكيبل كار، ومنها تاخد أتوبيس زي ده هيوديك لأقرب حتة عند حدود القمم، أو تعمل هايكنج في أي مسار من دول مع نفسك أو مع مجموعة. صدقني تجربة مبهرة، وطبعا مرعبة في نفس الوقت، بس تستحق تعيشها مرة واحدة في حياتك. لو مالكش في المغامرة ممكن تروح كاستلمولا، فوق تورمينا بالظبط، قرية صغيرة لكنها جميلة ورايقة وهادية. وفي كمان أخدود قريب اسمه الكانتارا، عبارة عن شقوق طبيعية ضخمة في صخور بازلتية بتوصل لارتفاعها 50 متر، اتكونت من تدفقات بركانية قديمة. يفضل تروحوا في الصيف عشان تعرف تنزل المية الباردة وتعمل بادي ريفتنج. بعد اللف ده كله لو جعت، فالأكل في صقلية هو أسهل حاجة، خصوصا السي فود والكاليماري فريتي المشهور بتاعهم. لكن طالما انت في تورمينا بالذات يبقى لازم تجرب الطبق الشعبي بتاعهم، باستا كل ساردي، المكرونة بالسردين الطازة، حاجة جامدة جدا وطعمها عظيم. بتتعمل بالزعفران والشمر والصنوبر والزبيب، وفوقيهم رشة بقسماط. جرب كمان كابوناتا، ودي تكاد تكون المسقعة المصرية، بس هي سويت اند ساور شوية. ولو عايز تحلي يبقى لازم تروح بان بار، ملك الجرانيتا في تورمينا. أصلا القعدة عليه هي تجربة مبهجة في حد ذاتها. عنده أطعام كتيرة، بس أحلاهم بالنسبة لي الجرانيتا بالليمون مع العيش البريوش. وطبعا كانولي، الحلويات الأيقونية بالجبنة الريكوتا، واللي ما ينفعش حد يروح صقلية وما يدوقهاش. تورمينا مدينة صغيرة فعلا، لكنها بدأت تتعرف لما بقت مقصد لكتاب وفلاسفة كبار زي جوتا وأوسكار وايلد وبرتراند راسل، واشتهرت أكتر مؤخرا لما تصور فيها الجزء الثاني من تمثيلية وايت لوتس. بس لسه كتير بيروحوا إيطاليا ما يعرفوهاش. عشان كده تورمينا هتفضل جوهرة جميلة، ويكفيها إن روحها وحلاوتها هتخليك تحس إنك واقف في مسرح مفتوح على العالم كله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتتابعني على صفحاتي على فيسبوك وإنستجرام. تحياتي يا جماعة، أنا ابن يحيى، واشوفكم في الفيديو الجاي.